مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عايزين نتكلم مع بعض على موقع علي بابا، نشوف التقديم عليه بيتم ازاي، او انت ازاي تلاقي فيه المنتجات اللي انت عايزها، وازاي تقدر تتجنب عمليات النصب اللي بيتم عليه، تختار مورد صح، تختار افضل سعر، وتقدر كمان هو موجود عليه شركات الشحن، فتقدر تتعامل عليه بشكل كامل. سواء انت محتاجه البيزنس خاص بيك ان انت تجيب بضاعة ليك انت بتشتغل بأي طريقة، او انت شغال على امازون في اي دولة من الدول. ميزة علي بابا انه بيسمح لك ان انت تشتري البضاعة من اي مورد وتشحنها على الدولة اللي انت بتشتغل فيها في امازون او في اي دولة تانية انت شغال فيها في البيزنس. و كمان في بعض المميزات التانية، حاجة زي التريد اشورنس. ده بيدي لك حماية على المدفوعات اللي انت دفعتها، وتقدر لو في اي مشكلة مثلا ظهرت في المنتجات او حاجة معيوبة او شيء، تقدر تطالب المورد بتاعك في انه يرجع لك جزء من المبلغ مقابل الحاجة التالفة اللي عندك. الموقع بيكون وسيط ما بينكم، طبعا بياخد نسبة على موضوع التريد اشورنس ده، حاجة بسيطة بس هو بيضمن لك ان هو المنتج اللي يوصل لك او الحاجة اللي توصل لك تكون زي الفل، مفيش فيها مشكلة، مفيش فيها اي عيوب، وتقدر تستخدمها بدون اي مشاكل. طيب انا بس عايز اديكم فكرة النهاردة سريعة عنه، بحيث تبقى عارف ازاي هتقدر تطلب اي منتج انت محتاجه عن طريق الموقع. طيب دلوقتي انت لو بتفكر تشتري اي منتج جملة، في طريقتين للبحث. هنا بيقول لك انت تقدر تبحث باسم البرودكت، تبحث باسم المنتج لو انت عارف اسم المنتج، او تبحث عن مصنع شغال في المنتج ده. طيب نفترض مثلا انا شغال في الملابس، فمثلا انا هقول مثلا، او في الاحذية مثلا، فانا عايز ابحث عن الاحذية. هضغط على من شوز مثلا، الاحذية الرجالي. فطبعا هو هيجيب لي المصانع كلها اللي شغالة في الأحذية اللي ممكن نتخيلها. طبعا هو هنا جايب لي بالعملة حسب الدولة اللي أنا فيها، بس أنا هنا طبعا ممكن أغير العملة زي ما أنا عايز. لحظة واحدة. من هنا ممكن مثلا أخليها يو اس دولار وأعمل سيف. ممكن كمان أغير اللغة من هنا أو الدولة اللي أنا فيها، أختار أي دولة أنا عايزها وأختار سيف. طيب خلاص، أنا النهاردة مثلا حابب أبحث عن المين شوز مثلا، فبدأ يجيب لي الايه، الاشكال بتاعه المين شوز. طبعا لو انا مش محدد انا محتاج ايه، خلاص هو هيجيب لي كل الايه، الحاجات اللي موجوده. الاسعار اللي احنا بنشوفها هنا دي، اللي انتوا بتلاقوها للمنتجات، مش هي دي الاسعار الحقيقيه اللي انت ممكن تنفذ بيها، بس في شويه حاجات كده احنا محتاجين ناخد بالنا منها. خلينا مثلا نشوف مثلا حاجه زي اول شخص ده. آه، بس خليها عشان دي حاجة خاصة شوية، دي حاجة تقريبا خاصة بالسيفتي. خلينا نشوف حد بتاع أحذية يكون عادي جدا. من شوز. طيب مثلا ايه، شركة زي دي مثلا، ايه، حذاء زي ده. اوكي. طيب لما بيظهر معاك المنتج في البحث بتاعك، زي اول منتج ظاهر معانا ده، في شوية بيانات كده ظاهرة. طبعا هنا الاسم بتاع المنتج بالكامل، اشكال منه. طبعا انت ممكن تقلب يمين وشمال زي ما انت عايز، هيظهر لك الاشكال بتاعته والتصميم بتاعه بشكل عام، تاخد فكرة. وهنا في نقطة مهمة جدا، وهي المينيمم اوردر. المينيمم اوردر ان اقل كمية انت تطلبها زوجين. طبعا انت بتتكلم في احذية، فيعني 4 فرد، او تشتري جزمتين، او يعني 2. وهنا بعض بيانات تانية هنعرفها مع بعض دلوقتي. وهنا طبعا الايه، الاوبشنز بتاعت ان انت تكلم البائع او كده. طيب خلينا نشوف حاجة. فمبدئيا ده السعر، ده المينيمم اوردر، اقل كمية تقدر تطلبها من المصنع ده. هنا مثلا عندنا اقل كمية هي 50، في المصنع الاول كان بيقولك اقل كمية 2،
في التالت بيقولك اقل كمية 10، وبالتالي انت بتشوف المناسب ليك ايه وتطلب. لو انت محتاج كمية قليلة ادخل دايما كلم القليل ده. بس مش معنى مثلا ان ده كاتب 50 ان انت ما تقدرش تتكلم معاه، لا، انت ممكن تدخل تتكلم معاه، تبقى انت مثلا محتاج 20 30 25، هيظبط لك السعر شوية. وطرق التفاوض دي ممكن نبقى نعمل عليها حلقة بعد كده، ازاي تتفاوض مع بائعين علي بابا. طيب خلاص، انا مثلا قررت ان انا محتاج المنتج ده. طيب في شوية حاجات بقى ناخد بالنا منها. عندنا هنا في من على الشمال هتريحنا كتير جدا لما نيجي نتعامل مع اي مورد، وهنبقى متأكدين ان احنا بنتعامل مع ناس ثقة بجد. آه، عندنا اول حاجة فوق تريد اشورنس. تريد اشورنس ان موقع علي بابا بيكون وسيط ما بيننا في عملية التجارة دي، وبيضمن لي المنتج انه يوصل لي بشكل سليم، واقدر اخلي علي بابا يتدخل لو في اي مشكلة في اي حاجة، وكمان اقدر استرد جزء من فلوسي لو حصل اي مشكلة. وهوريكم يعني حاجة مثال على اوردر انا نفذته وكان فيه الموضوع ده. نيجي هنا شوية في حاجة اسمها verified supplier و verified pro supplier. الاتنين دول بيرمزوا ان علي بابا بعت من عنده شخص تأكد تماما ان المصانع دي موجودة بالفعل، وانها بتعمل، وانها محل ثقة. فمبدئيا حابب تشتغل صح، اختار دايما التريد اشورنس والفيريفايد سبلاير. انت كده ضمنت ان انت بتشتغل مع ناس محل ثقة، ليهم تاريخ تعامل كبير على الموقع، لانهم مش بياخدوا البادجات دي او العلامات دي او الشهادات دي غير لما يكونوا عدوا فترة كبيرة جدا من المعاملات، وليهم ثقة وليهم تقل وليهم تقييم وهكذا. زي مثلا التقييمات اللي شايفينها دي 4.4 من 5، وتقدر تدخل على التقييمات دي تشوف التقييمات. وهنا تبدأ تشوف بقية البيانات اللي موجودة. مثلا الخيار ده بيقول لك ان هم بيردوا في اقل من ساعة less than 1 hour response time، فترة الرد اقل من ساعة. لو نزلت هنا شوية هتشوف البرودكت فيتشرز، ان هو متاح للشحن، في مخزون في ستوك منه او لا. بيت سامبلز، في بعض المصانع بتدي لك زي سامبل كده تشوف منها خامة المنتج. طبعا الحاجات دي مش هتكون في الأحذية بس، يعني ممكن تكون في منتجات تانية، المكن أو حاجة زي كده. بتقدر تشوف منها، تختار مصنع بيديلك سامبل تشوف عليها المنتج بتاعك مناسب ليك أو لأ. وبعدين تيجي هنا في المينيمم اوردر، والله أنا مثلا لو محتاج مصنع يعني يديني أقل حاجة، أو المينيمم اوردر عنده 10، فأنا بكتب 10، فهيجيب لي كل المصانع اللي أنا إيه أقدر أطلب منها، والحد الأدنى للطلب عندها 10 قطع. طبعا هيجيب لي الأقل من كده، وهيجيب لي لحد 10. البرايس لو انا حابب احط سعر، وهنا الدولة بتاعة المصنع زي ما انتم شايفين هنا، مثلا الدولة هي تشاينا سي ان سبلاير، المصنع ده موجود في الصين. هونج كونج، تايوان، وهكذا. تظاهر عندي هنا 3 دول فقط. هنا الشهادات بتاعة الجودة، لو انت يعني فاهم فيهم ممكن تختار زي ما انت عايز. البرودكت سيرتيفيكيشن، شهادات المنتجات نفسها. ببساطة كده احنا خلصنا اول قائمة موجودة على الشمال بالكامل. اوكي.
في المكان ده مش هنحتاج اي شيء تاني، خلاص هي دي البيانات اللي ايه اللي يعني محتاج تعرفها لما تيجي تعمل فلتر او تعمل تصنيف للمصانع اللي موجودة. بس تبدأ بعد كده تدخل هنا، هتلاقي هنا مثلا المصنع ده ظاهر عندنا ان هو verified. قلنا ان ده معناه ان علي بابا بعت شخص للمصنع ده وتأكد ان هو موجود. المصنع ده موجود بقاله 6 سنين بيعمل، طبعا ده اسمه وي فانج مش عارف ايه ده. طيب وهنا ان هو مكانه في الصين، وهنا التقييم بتاعه، وتقدر تبدأ تدخل تتكلم معاه من هنا. طيب انا مثلا الاول واحد ده انا حابب اتكلم معاه، تاني واحد حابب اتكلم معاه، تالت واحد حابب اتكلم معاه. بضغط هنا على كلمة كومبير، وهنا كومبير، وهنا كومبير، وبضغط من هنا على كونتاكت سبلاير. بدخل اكلم التلاتة مرة واحدة، ببعت لهم الريكوست بتاعي، واضغط على send inquiry. ولو محتاج ارفق لهم اي حاجة، صورة مثلا شوز انا عايزه، اي حاجة هنا طبعا عشان هي احذية بيسألك على بعض البيانات الخاصة بيها، وبعدين بتبعت send inquiry. الطلب بيروح للتلاتة مرة واحدة، تبدأ تكلمهم عن طريق الايه المنصة دي، تختار اي عدد انت عايزه وهكذا، وتبدأ تبعت لهم، بينزلوا معاك تحت هنا، وبعدين تبدأ تبعت لهم على طول. طبعا علي بابا كمان موجود منه ابلكيشن تقدر تشوفوا من عليه كل التفاصيل دي، بس طبعا يفضل لو لابتوب او جهاز كمبيوتر بتكون شايف احسن وافضل. طيب ده كده الجزء الاول الخاص بالبحث. طيب خلينا نشوف لو احنا هنبحث عن مصانع. احنا كده جربنا نسحب نبحث عن طريق باسم منتج بس، ان هو احذية رجالي. طيب خلينا نختار من هنا مانيفاكتشر اللي هي مصانع، واكتب هنا برضو مين شوز، واعمل سيرش. يبدأ هنا بقى يظهر لي مصانع، هنا بيظهر لي مصانع. طيب قلنا نفس الشيء، عشان ابدأ اشتغل صح لازم اختار التريد اشورنس والفيريفايد سبلاير، ان انا بتعامل مع ناس ثقة، ناس علي بابا هيضمني في شغلهم، في شغلي معاهم، لو في اي مشكلة اقدر ارجع له ياخد لي حقي من الناس دي لو في اي حاجة حصلت يعني. يبدأ يصنف لي الايه الشركات دي كلها او المصانع دي كلها. طبعا ابدا ادخل اشوف كل منتج عندهم وضعه ايه، لو انا محتاج اتكلم معاه اعمل شات ناو. شات دي بيدخلك على شات سريع معاه. كونتاكت اس بيفتح لك تبعت له بقى زي ايه بيسموها طلب كوتيشنز، او ان انت تبدا تطلب منه اي طلب انت محتاجه. انا مش عايز بس الفيديو طول معايا اطول من كده، كنت بس هوريكم اوردر انا كنت نفذته قبل كده، هوريكم في موضوع التريد اشورنس ده. ماشي، اوردر زي ده، شايفين العلامة اللي ظاهرة هنا دي بتاعت التريد اشورنس. كان علي بابا وسيط في المنتج ده، وكان ضامن لي ان المنتج يتم بشكل كويس، ولو كان في اي مشكلة انا ممكن كنت اقدم عليه شكوى و يعني اعمل ريفند. طبعا هنا بعض بيانات الايه الشحنة كلها بالكامل. وهنا كان التريد اشورنس اوردر، ان ده اوردر كان تريد اشورنس، كان مؤمن عن طريق علي بابا. بس طبعا كل اوردر بالشكل ده لو انا بطلبه دايما تريد اشورنس بالنسبه لي انا يعني. طيب انا مش عايز الحقيقه اطول عليكم اكتر من كده في الفيديو. انت هنا عرفت الاساسيات الخاصه بعلي بابا، ازاي تقدر تدخل عليه تبحث عن المنتج اللي انت عايزه. لو انت شغال على امازون ممكن تاخد اسم المنتج على طول زي ما هو على منصه امازون، تعمل له كوبي وبيست في علي بابا وهيجيب لك بياناته، وهتقدر تشوف المنتج ده اصلا تكلفته كام في الصين قبل ما يجي الدوله اللي انت فيها، فتقدر تشوف كده هامش الربح كام والناس دي بتكسب كام. افكار كتيره جدا ممكن تحصل منها، لان علي بابا هو اكبر منصة موجودة عالميا في مجال البيع الجملة. فمهم جدا تبقى عارف تشتغل عليه ازاي، عشان هو اللي هيساعدك لو انت بتفكر تبيع على امازون او شغال في اي بيزنس ايا كان القطاع اللي انت شغال فيه. مش هطول عليكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو اي حد عنده سؤال يسيب لي في التعليقات تحت. شكرا لكم.